بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، تحية لكم طيبة مباركة من قناة سلام الإعلامية المباركة، التي أطل عليكم من خلالها أسبوعيا في برنامج مع اللغة العربية. وأتشرف دوما أن أبدأ حلقتي بحول الله تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. هذه هي الحلقة رقم 158 بحمده تعالى، وواصل معكم شاكرا تفضلكم على متابعة هذه الحلقة وبقية البرامج من هذه القناة المباركة. أتشرف أن أواصل معكم الجزء الثاني من كتاب 100 شاعر نيجيري، مختارات من الشعر العربي النيجيري خلال القرن ال21، وهو من الكتاب من الجزء الثاني. أشرف وقدمه، يعني أشرف على الدراسة، البروف الدكتور إبراهيم أحمد المقري، له الشكر، ولجامعة طيبة الذين أهدونا هذا يعني الحقل الشعر الجميل، لهم الشكر الجزيل. مشاهدي الكرام، نواصل ما بدأناه من حديث. فسنقدم نماذج من شعر الأستاذ علي صلاح الدين تيميديوا، الذي ولد بمدينة لاغوس بنيجيريا 20/3، 21 عاما عمر هذا الشاعر المجيد. تعلم القرآن الكريم بمركز النور، ثم واصل دراسته الشهادة الابتدائية والوسطى والثانوية. حصل في الجائزة الأولى أو المركز الأول في كتاب الشعر العمودي بقصيدته الموسومة بنعم الله عام 2022. يعني هو لا زال في مستهل العمر. ماذا قال في مدح شيوخه؟ قال: أيقونة هو. يمدح الشيخ آدم عبد الله الإيلوري. يقول في قصيدته: لا يشبه السعداء هم أشباهه، إن الكبار يشابهون الأكبر. كم قد خلت من قبله الأبرار، لكن الإمام له وصفوا في الورى. كم قد خلت من قبله الأبرار، لكن الأمام له وصفوا في الورى. أنا وأنا لا يفوق وإنهم قالوا فأضغاث وقالوا وفسرا. إن لم يكن في الأولين، إن لم يكن في الأولياء، فما لربي من ولي يستتب على الذرى. فهو الذي إن قدم التبيان، شم الجيل منه المسك ثم العنبر. وجهوده لم نستطع إخفاءها، إذ لم نكن في الصرف نخفي المصدر. شتان ما بين الجهول وبينه، إن الثريا لا تساويه الثرى. عم الأنام سخاؤه وحبوره، ما أجمل السادات إن سر الورى. أبلى بلاء صالحا حسنا، وقد قام الليالي قبل تاريخ الكرى. لا الكبر يوجد صاحبا لعلومه، أشنع بعلم رافق المتبخترا. أيقونة هو،
بيد أن علومه حتى ألوفا نيرة لا تشترى، بين الأوائل ما ابتغوا وجه الغنى حتى يقولوا الكلمة لا تذكر. كم عاد عنهم ليس يبغي ما ابتغوا، حتى أناخ به أماني قيصر. قد كان ختم الأنبياء محمد، ومثيل آدم بعده قد لا يرى. ويقول في قصيدة أخرى: الحق فرض. هذا عنوان قصيدة: خلف الغشاوة شاعرا لن يشعر، حتى تصير الأرض أفقا أخضر، ليبوح بالسر الذي لا ينطوي، ويبلغ الأزدع اعتزال الشنفر. في رحلة الشعراء تعب متعب، فإذا تكبر شاعر فتكبر، جدني بصمت الشاعرين أدهرنا، فالصمت أثمن ما لدينا يشترى. لا ينطقون عن الهوى، فالشعر أصدق بي، وحي من تأمله يرى. ركبوا حروفا ساقهن عواطف، ساروا أماما قبل ميلاد الورى. فوضى فتاوى الجاهلين تقول لي للشاعرين جريمة لن تغفر. حاشا المقولة لا جريمة، إنما شيطان شعري ما عصى رب الورى. إنما شيطان شعري ما عصى رب الورى، والتين مقتبس أذاك جريمة يا مستحيلا كالقرار المفترى. للشعر حق والحقوق فريضة، أعطوا لقيصر ما يكون لقيصر. سنكتفي بهذا البوح من شاعرنا المجيد علي صلاح الدين. وله قصيدة بوح الغرام، وقصيدة أخرى كذلك تحت عنوان، هو يكتب بشعر التفعيلة لكن شعره موزون، يعني تنافر بالدهر. يا دهر كم هنأت كوني فيك، لكن بمدحي لم تفوه فوك. وشاعر مجيد. سنكتفي به، أي بشعره الذي قرأناه. الآن ندخل إلى، يعني لكل شاعر طبعا قدم الديوان أو المجموعات 10 قصائد، فنذهب إلى شاعر آخر أو شاعرة. ولا تزالوا أيها الإخوة المشاهدون، لا زلتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. وفي هذه الحلقة نقلب ما بدأناه من حديث عن الشعراء العرب في نيجيريا. والآن ندلف إلى شاعر آخر، وهو من الشعراء المجيدين. دعونا نقلب الصفحات، فالصفحات هي كثيرة طبعا. هذا نشروا له أكثر من قصيدة، لكن أعتقد أنهم التزموا ب10 قصائد لكل شاعر. الآن أمامنا الشاعر أحمد سابو. أحمد سابو ولد عام 1995 في كياوا، ولاية جاغاو، نيجيريا. نشأ الشاعر أحمد سابو شاعر الأحاسيس والأفكار، هكذا يعرفونه، حاملا في قلبه وعقله لهفة الشعر
وجمال اللغة، وحصل على الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما حصل على شهادة في التربية والتعليم. والتحق بالجامعة الإسلامية بالنيجر، قسم الأدب، كلية اللغة والعلوم الإنسانية. في علاقته بالشعر مع بداية مسيرته الدراسية تفتحت أمامه أفق جديدة من الإلهام والتحديات، فانطلق في رحلة الإبداع والتألق حتى شارك في العديد من الأمسيات الأدبية. أول قصيدة له عمودية: مقتول عاشق أول، يقول: لا تتركيني في الطريق شريدا، فالحب أعظم أن يكون وحيدا. لا تتركيني خلف حلمك جامحا، أبغي الوصال وأسأل التوحيد. ماذا سأفعل؟ فالهوى آلق النوى، ومتى هرمت أعود فيك وليدا. هل غادر الشعراء من متردم، أم ثم ألفاظ أقول جديدا؟ من مبلغ الشعراء؟ إني عاشق، وأنا القصيدة إن أردت قصيدة. وأنا ابن نفيسي، أو عفوا، وأنا ابن نفسي في هواك ممزقا، فوق الرياح أريد منك قيودا. وأنا الذي أمشي كأول مؤمن حضر المعارك مات فيك شهيدا. وأنا العزيز وهؤلاء رعيتي، أحتاج صوتك كي أعود مريدا. وأنا كأنت متى ما أمرت أميتني حبا لأبعث في هواك عديدا. وأنا الذي يسعى ويكتب سره فوق العباب لكي يظل فريدا. وأنا الذي يمشي ويشرب حزنه، غسل الظلام بدمعه ليعود. يا زمزم العشاق، يا عرافتي، إن لم أذق ورودك عشت فقيدا. لو لم يبق فينا عالما ومهندسا، لم يبق فينا شرطة وجنودا. عيناك هذا الكون ما لجمالها قرن، فوجهك يستحق خلودا. ويقول، عنده قصيدة اسمها رسالة إلى الشيطان: حتى ما نبقى في دموعك غرغى، نفذ الكلام وذا سكوتك أشقى. حتى ما تصطاد النفوس وتدعي من كفرك المشؤوم أنك أتقى. والله البلد ده فيه شعراء خطرين جدا يعني. وحتى ما دي ذكرتني: حتى ما نسري وهذا الليل معتكر، ولا دليل ولا شمس ولا قمر. للشاعر المجيد الراجل الطيب رحمة الله عليه. وقال في قصيدة يعني بها أحد الملحدين، يقول له: سأتذكرها إن شاء الله. فنكتفي من الرسالة إلى الشيطان بهذه الكلمات: حتى ما نبقى في دموعك غرغى، نفذ الكلام وذا سكوتك أشقى. حتى ما هذا الحرب يذبح حلمنا، أن سوف بعد الذل نصبح أرقى. حتى ما هذا القلب يربك حبنا، ونخال عروتك الفصيمة وثقا. وله قصيدة اسمها شظايا البلور: تمشي على متن الحروف وتقعد، وتعيش في حرم الجمال وترقد، عطشا من العبرات خلف عيونها غيما. متى شاء الجمال يهدهد نشوى من الكلمات، فوق لسانها نار الفصاحة تشتعل،
تشتعل وتخمد، ترنو إلى الشعراء قبل خيالهم، وتهيمن الشعر الجميل وتحشد وتسوم سوق الحب قبل سقوطه، ويبيع ما يقري العيون وتحسد. وتعيش قنبلة العذارى تتقي من لحظها الهندي حين تؤكد، تصفر إن وقع الخريف بذاتها، وإذا تمادى الغيث يظهر أنكد. يا سلام، شاعر مجيد. ومن قصيدة فلسفة العاشق للعيد يقول: وكأنه أنا مثلي وكأنك، لما تجلى العيد في عينيك، يمتص من روح الجمال كماله، ليرى العوالم كلها بيديك. لك كل هذا الحسن في أعيادنا، لك ما يراه الحسن قبلك منك، العازفون الشاعرون جميعهم قصدوك إن كتبوا الجمال وعنك. يا سلام. في هذه الدنيا أحب ثلاثة: منك وعنك وإن هزمت إليك، كلي كبعضك مثلني كحمامة ترضي الجمال، أطير في جنبيك أمشي إليك، لأن قلبك كعبة حج الجميع بصوتهم لبيك. قصيدة أخرى: أوقف زمانك، أوقف زمانك تحت هذا الظل، واسأله التحية حين ينسى الكل، وانضح بماء الشعر سنبلة الخيال أمام هذا الطل، واتلو معاني الحب في قفص الجمال، متى تغافل قل، واكتب على كتف الرياح سعادة زرقاء كي يحيي الثل. أوقف زمانك تحت هذا واسأله الحمامة أين مسكنها الجميل، بحيث كل الجل. وله كذلك قصيدة أخرى: آخر ما تجظى من الماء، يقول في مستهلها: 20 شيبا من وراء شبابي، تغدو وعرش الموت فوق شرابي، تعدو معاني الصمت في فلواتها، وتموت قبل العيش خلف حسابي. وهو شاب صغير. وكأن لي قلبان يلتقيان في باب القصيدة، ما طرقت كتابي نضاختان، هناك عيني قزتي حمراوتان على خدود سرابي، تطفو على الرمال آخر شهقة في موطن الغربان، عند غيابي قد يستوي الضدان، ضوء دامس في آخر التاريخ، بعد خبابي قد يخلع القماش آخر ثوبه، ويقده مثل القميص ببابي. هذا شاعر مجيد، وله قصيدة اسمها براق التعب: خذي من الوقت ما يكفيك وانطلقي، وغلقي الباب لا تصغي هناك قفي، ورتلي سورة المأساة في سفري، وآية البؤس لما كافحت لحفي. وفي قصيدة أخرى، هي قصيدة شعر التفعيلة خلف الكواليس، وقصيدة أخرى على رف الخيال، وأخرى من فلت من الحزن. هذا شعراء، هؤلاء شعراء مجيدون ما شاء الله. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة أيها الإخوة والأخوات، ومنها تتابعون حلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونقلب كما تشاهدون من كتاب 100 شاعر نيجيري، مختارات من الشعر العربي النيجيري خلال القرن 21. الآن نأتي إلى شاعر آخر ثاني، طيب ثاني. هذا الشاعر من مواليد 93، حصل على الشهادة الابتدائية وكذلك الثانوية والليسانس في اللغة العربية من جامعة بايرو كونو 2019.
له عدة بحوث، وهي كلها بحوث أكاديمية: فاعلية الإيقاع في تشكيل الصورة الشعرية، وديوان العندليب الحساس، وديوان آخر بعد امتداد البوح، وغير ذلك من البحوث والكتب. نطالع أول قصيدة كتبت له: تتجرع الأنهار دمعا. هل من زوايا بؤرة سقطت بها أحلام شعبي منذ وقت فاني، أم من خلال الجدب حين تسوقه أيدي الشقاء إلى حمى الريحان؟ من أي مفتتح بعثت اللفظ لا يقوى على الإيحاء للأذهان، فالرمز يسترق الخطى ليميط ذاك القشر عن لب من الكثبان، وله من الأعضاء ما لو ركبت بالبوح تشلو روعة الجسمان، إن حاول الإبداع عنها البوح تصمت أحرف وتذوب في خذلان. أنى لحرف في فم الأقلام أن يحكي لأوراق عنه بالنيران. شعبي تمزقه الكلاب وجرحه يكسو القلوب مجازر الأشجان، ومع التمزق لم تمت أنفاس شعبي، بل تزل خطاه في الطيران. يمشي الهوينة داخل الأشواك في ليل يشف هداه من عميان، يكبو وينهض دائما في عثرة محتاطة بسلاسل الخسران. شعبي لدى المأساة يقبض جمرة ويلوك أخرى في الأسى الحيران. والله ما شاء الله، لله درك أيها الشاعر المجيد. ويقول كذلك في قصيدة على التفعيلة من أول الشين، يقول: من أول الشين حتى آخر القاف، يجول شوقي ليجتاز المدى بعدا، يجوب ريحا على متن الهدى، كيما يعانق النجم في آفاقه ودا، يقفو ظلال الشذا رأسا على عقب كي يقدم النجم أو يقدو له عبدا، يلقي على مسمع الأنحاء أغنية عذراء تغرس في أعماقنا وردا يعطر ذاك النجم إذ يشدو لكي يمتع أذواق الورى الشهدى، وردا نشم به الجنات حين يفوح مدحة لجناب النجم في مغدى، فالنجم أعظم قدرا من عوالم، بل به الفلاح ينير المهد واللحد، يبقى وإن انفلت عين النجوم، وقد يزداد نورا ورفعا جاوز البعد، ما بين منبره وبيته روضة من جنة، يستمد الروح والجسد، هو الحياة وكل الكون قبضته، والحسن مظهره يكسي الرؤى سعدا. قصيدة ما شاء الله يعني. وله قصيدة مرثية للدكتور صلاح فضل، يقول له: فسر باسما بين الجنان. يقول له: نعتك حياة رحبه الظل والندى، فأورقت الأحزان تحت الغياهب، تكاد تميز الصحائف فجأة من الغيظ، واسودت وجوه الكواكب، تقول العلوم والمعارف: من لنا ببعث جديد للبحوث الغرائب، ومن يبتني سمكا كجهدك مشرقا بحسن كبسم في ثغور الكواعب، ومن يحتضن الإبداع بعدك يا صلاح، من يبصر الأذواق أصفى المشارب،
تركت فراغا لا يسد مودعا عواطفنا مشتاقة للسحائب، ولم يبق إلا أن نشاهد برقك الوسيم على لوحات ضوء العجائب. فسر باسما بين الجنان، ونم بها رخيا وراعي الزهر بين الأطايب. قصيدة أخرى: أسيل رؤايا. وله قصيدة اسمها الحياة. فتى اعتاد لثم البرق كيما يروي أمنيات قد تمنى، يرى أن الحياة تكن بغضا له، فأساء للأقدار ظنا، فكأن لذاك يلتمس الهوى من ضلالات تريه القبح حسنا. ولو لاقى الحياة بما يليق بها وبه لحاز بذلك حسنا، فإن حياتنا تطلى بلون يناسب حالنا في كل معنى، ولوحة هذه الدنيا تغطي تصورنا لها ظهرا وبطنا، فبالغ في انتقاء مواد لفكر تشكل يا أخي في المجد مغنى. له قصيدة أخرى يشتكي عزبا وحورية الأوصاف. وله قصيدة أخرى: أقطر اليوم لمحة، قدمها بمناسبة اليوم العالمي للشعر. وله كذلك قصيدة عنوانها استوطن الكفاح. وهكذا له قصائد ما شاء الله غاية في الروعة والجمال. الآن مشاهدينا الكرام، بعد فاصل قصير إن شاء الله نعود فنقدم نماذج من شعر الأستاذ محمد سراج ابن إدريس. هذه قناة سلام أيها السادة والسيدات، وتتابعون من خلالها حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. وأرجو دوما أن تكونوا في أمان الله وحفظه في هذه الحلقة وغيرها من البرامج التي تأتيكم من هذه القناة المباركة. لحظات كونوا معنا يا سيداتي سادتي، ونعود إليكم بعد قليل بحوله تعالى. نأتي الآن أيها الإخوة المشاهدون إلى الشاعر محمد سراج بن إدريس بن محمد الملقب بطنآل. أبوه الشيخ محمد إدريس محمد طنآل، وسيرته العطرة تقول له عدة منتجات أدبية، منها اللآلئ المنتشرة في نظم كتاب آداب المعاشرة في 115 بيتا مطبوع ديوان هذا. وله المرشد إلى فهم مفردات اللغتين العربية والإنجليزية مطبوع. ديوان نبضات لم يطبع بعد. مقالات علمية نشر بعضها في المجلات. في أول قصيدة نشرت له في هذا الكتاب والمختارات عموما: يا من أحب. يقول: يا من أحب ولا أكاد أراه، كيف الوصول إلى الذي أهواه؟ كيف الوصول إلى الذي منع الكرى وتجددت في أضلعي ذكراه؟ شوقي له ملك الفؤاد وجسمه، وتترجم العبرات ما ألقاه. من مثله في الكون؟ كلا بل ولا، ما مثله في القلب طاب ثناه. هو أزهر في اللون، أنجل أبلج، أقنى وأشكل، قصفت مرآه.
حبا لإله خليله وصفيه، ونجيبه لما ارتقى مرقاه. أنا إن وصلت إلى ديارك ليلة، طاب الجنان بها ونال مناه. حبي لوجهك خالد ومخلد، أيموت حب في الحشا سكناه. صلى عليك الله يا نجم الهدى، يا من تطيب لخاطري نجواه. صلى عليك الله ما قال امرؤ، يا من أحب ولا أكاد أراه. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. ف وله قصيدة جميلة، شهادة العشاق، يقول في مطلعها: وقهوة بت أسقيها الحبيب متى أدار كأسا أدير الكأس في يده. إن إن استزاد شرابا زدته كأسا يذوب الشوق من تذكار معبده. يحكي علي أقاويل الوشاة له لما رأوه وفيا كل موعده. وقصيدة أخرى: خنزير في ثياب البشر، قالها سراج إبراهيم ردا على إبراهيم جالو، على الكراريس التي يزعم أنه أثبت فيها حجية كون شيء من ذلك. الشعراء عندهم حاجات كمان. المهم نمشي ل... وعنده قصيدة اسمها إلى ذرى سادة، ويكتب هو بالشعر العمودي المقفى الموزون: تمتمة العاشق. في تمتمة العاشق يقول: هناك وثم في اللاوعي أشدو، كمحتنق يروح به ويغدو. هناك وفي بستان المعاني أجول لأجتني ما منه يبدو. هناك على جناح الطير أعلو وأسفل، والهوى يردي ويعدو. هنالك لا حروف لا معاني أتمتم كالذي يغشاه وجد. وفي جنبي بوصلة متى ما تراءى إلى السبيل عراه سد، فصار كمغناطيس لا انقياد إليه، بل أنني لهواه عبد. فمهما هاج شوقي زاد رقي، ويأسي الوصل منه اليوم وعد. فلا طيف يزور رموش عيني سويعة ذكره والعين سهد. فشيء بعده في قعر قلبي، فبدعة فاعل والأمر رد. فلم يك قبله شيء أراني أحبك حبه، لا بل وبعد شرايين القلوب وطب أدوائها. فالجسم دونك لا يعد، مضت آلاف آلاف البرايا وقد جمعت لفاق الكون. ولو جمعت عفوا لفاق الكل. فرد هو المختار سيد كل خلق، هو المختار سيد كل خلق الإله، وأنه فقر ومجد. هو الهادي الحبيب، هو الشفيع، هو الغيث العميم المستمد. هو العبد المكرم بالعطايا، هو السند العظيم، هو المعد. سماح كله حزم وعزم، وقار طبعه صفح، ورفد به كل المكارم استبانت وتمت. إنه للخلق سعد، تزينت الجنان بنور ثقر، تراءت بابتسامك حين تبدو. حويت جميع أصناف المزايا تفوق الحصر، فالتعداد حد. فلولا المصطفى ما طاب سكني الجنان، ولست لذ هناك خلد. فداك جميع أرواح البرايا، فداك أبي وأمي، أنت وحده. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا رجل متبتل محب للمصطفى، ورجل ما شاء الله يعني شعره قوي. الآن وله قصيدة اسمها هذا أنا.
يقول فيها: الشعر شيء أستعين بلفظه في بث أفراحي كذا أتراحي، كم مرة أهجو به من لامني يوما، وكم أشدو بقول مزاحي. يا سلام. فلكم لبثت لباس حب مادح بالود، حين تباين الأشباح أملي القوافي بعد سهو عشيرتي، فترونني في زمرة النصاح. هذا أنا يا من يسيء ظنونه، ما فهمت بالأشعار كالطرماح. نأتي الآن إلى الشاعر مالك محمد سوار، من مواليد 1990. نشأ وتعلم في كفالة جده. أكمل، طبعا كلهم يبدأون بالقرآن الكريم. أكمل دراسته حتى الجامعة، فدرس الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، وله شهادة في التربية والتعليم 2010. التحق بجامعة ميدغيري قسم اللغة العربية، وتخرج بدرجة الليسانس 2016، ثم الماجستير في نفس الجامعة. وله إسهامات عدة في خدمة اللغة العربية والثقافة الإسلامية، ما شاء الله. له عدة مؤلفات في الشعر والنثر: دوحة الأدباء ديوان، أنين الوطن ديوان، مرتع الغلمان في نظم كتاب الأخضري عبد الرحمن، وفي النثر الطامة الكبرى رواية، المحسوبية رواية، نقطة حوار على خواطر نجل سوار. وله أنشطة ما شاء الله. وشاعريته طبعا يقول إنه نشأ الشاعر في بيئة صوفية، وتأثر بالمدارس العربية التي كانت حوله. يقول في أول قصيدة منشورة له: الجوهر الفرد، البدر تم، ونور الكون قد شرقا، وطاب قلب البرايا بعدما حرقا، ليل كموج بحار قد تلاه صباح في نسيم رقيق فيضه غدقا، عمت بذاك ترانيم البشائر آفاقا كورد إذا ما فاه قد نطق، وفي ثنايا راصيف البلاد شذا مسك يفوح، وفي أثوابنا التصق، كأنما العالم الفاني تحول نحو عالم فجره قد لاح متسقا، وفي هوامش دور القوم لافتة تحوي ألوف زغاريد لتنبثق، من بين أيديهم برقية كتبت: أهلا بمولد من روحي به اعتلق. يا سلام. محمد رحمة للعالمين، ومن أخلاقه عظمت بالحلم قد حذق، يا طلعة الحق محراب الوجود، ويا إفاضة النور آفاق الدنا اخترق، قطبان سير البرايا في سفينة عيش كي يجوز إلى الجنات مؤتلقا، يا فوز من وطئوها عند مرفئها، ويا خسارة من قد حاد وانزلق، فإنه العلم الهادي ومنذر من قد زاغ، أو في بحار للغوى غرق. يا سلام. عماد فض نزاعات البرية، بل رمز الصلاح ومأوى الرتق، إذ فتق عم الدنا حبه كالبدر في البدو والحضر، كل بشخصية المختار قد عشق، ما رد قط ذوي الحاجات، فهو جواد باسط كفه
إن سائل طرق بذكراهم فرجت كل الكروب إذا ما الكرب عرج في دارية أو انفلق. وفي الصلاة له ارتاد منزلة من شأنها شحن نوري بعدما غسق. فداه نفسي أبي أهلي ووالدتي، حبي لطه متين حبله وثق. الغمر ينكره حقدا كذاك من قد مال جورا وولى الظهر أو أبق. وهل يضر بني الأعداء مكائدهم حبيبنا، ذاك أمر ليس منطبقا. زكاه في العقل رب الناس قال لنا ما ضل صاحبكم فافهم لتنعتق. زكاه في بصر ما زاق طه وما طغى، ومذ ذاك صار النور منبثقا. زكاه في صدر مولاي قال ألم نشرح، وكأن لهذا شأنه لبق. شمائل المصطفى لو كنت أحصرها فنيت فيها ولم أجتز به طبقا. يا رب لا تحرمني ذكر أحمدنا ما دمت حيا وبالأنفاس منتشقا. واجعل حياتي دواما في الصلاة له، فبالصلاة عليه أبلغ الأفق. واسكب مزون صلاة منك خالقنا على حبيبي متى ما البدر قد شرق. وآله وعلى الأصحاب قاطبة والأولياء متى ما نهجهم برق. فالحمد لله إن كنا من أمة من قد علم الناس معنى الحب وانطلق. صلى الله عليك يا رسول الله. أيها السادة والسيدات، أعتقد أننا قربنا من نهاية الحلقة إن لم نكن تجاوزناها بقليل. تحياتي لكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة رقم 158 التي جاءتكم من قناة سلام الإعلامية المباركة، وفيها كما قلت لكم قدمنا لكم مختارات من الشعر العربي في نيجيريا عفوا. وهي كانت من كتاب يعني ضم 100 شاعر وشاعرة من الشعر العربي النيجيري خلال القرن 21. آمل أن تكونوا يعني استمتعتم بهذه الحلقة وأحدثت عندكم لذة فنية، كما هي دوما القصائد الجياد تحدث لذة فنية عند السامع والقارئ. اعذرونا إن تلعثمنا هنا وهناك، فأنا كما قلت أحب أن أقرأ الشعر يعني وأندهش به معكم، يعني لم أراجع كثيرا يعني، وهذا نهجي في قراءة الشعر. فأرجو إن شاء الله أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج وغيره بحوله تعالى عبر هذه القناة المباركة. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. تابعتم هذه الحلقة من هذه القناة المباركة. ويقول الشاعر المجيد: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. كنت معكم في الإعداد والتقديم محدثكم أحمد شريف. تحياتي والزملاء الذين يخرجون لكم هذه الحلقة بالثوب الذي يليق بمقاماتكم السامية. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.